السلام عليكم أعزائنا متابعينا الكرام في بيب الشرق الأوسط. احنا اليوم في زيارة البطل هوغو بيتنبورغ ونشوف استعداداته لسباقات الانترناشنال. هاي توماس. ونشوف استعدادات فريق برشلونة وفريق بيربينان والطيور الأخرى، وأحب أن أعرض لكم بعض النتائج المميزة جدا 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 في موسم 2019، وأيضا نشوف بعض الطيور أيضا المميزة. ما نقدر نغطي كل شيء، لكن شيء مميز. Hello, Hugo. Hello, my friend. Hello. How are you? Good. Fine. Ready Good for weather. this season? I'm ready. Yeah? I hope the pigeons are also ready. Are like they? me. Are they? Yeah. Yeah? I'm looking forward. Yeah. What do you think about your pigeon now in this period? Well, do good. The condition is good. Yeah? Yeah. 80% ready? 90%? 100%? 85%. 85%. Okay, we're looking One- forward to Yeah. push them. Over 1 month, it Yeah. must be 100%. اوكي. نسأل عن جاهزية الطيور وشنو يتوقع مستواهم الآن. يقول مستواهم تقريبا 85%، وانتظر بالأيام الجاية قبل لا تبدي سباقات الماراثون أن أوصل لل 90% 100%. Yes. What we have here in between Well, your I have hands. in my hand. Yes. It's my favorite son of Nieuw Laureaat Kleiniade. هذا الابن المميز لنيو لورياتو كلانيادا، طبعا الزوج الماراثوني الذهبي. He is already father of my 4 national ace pigeon this year. هو أب للرابع ناشونال ايس بيجن And هاي السنة، father of the 11 national PO. وأب أيضا ل 11 ناشونال باو. And also from my first pigeon from Marseille this year was also his daughter. وأيضا أول طيارة في سباق مارسيل ناشونال انترناشونال، كان أول طيارة عنده هي بنت مباشرة لهذا الطير. And his daughter was made a winner of the Coupe de Europe this year. His daughter? Yeah, she was my first nominated pigeon Okay. from First nominated pigeon from Marseille. from مارشيل. اوكي. طبعا راح احكي لكم ان شاء الله عن بطولة اوروبا اللي حققها القيصر هوغو بيتنبورغ، وايضا شنو اهمية الطيور المحددة في هذا في هذه المسابقة. بنته كانت الاولى، اول طيرة محددة في سباق مارشيل، وهي هاي او مارسيل. هي هاي الطيرة كانت سبب من أسباب الفوز مالته. طبعا عدة أسباب موجهة. I have a lot of greetings to you from the different followers, and we are already. The first one was Thomas. Oh, So we are 37 online. طبعا ارحب بكم 36 متابع حاليا، واتمنى منكم مشاركة المقطع من ندخل لشرح بطولة اوروبا. اعتقد بطولة مهمة جدا ان يفهمها الهاوي العربي بتفاصيلها. I put her back in the loft. Yes you can. Follow. اتمنى مشاركة المقطع حتى نحصل على اكبر فائدة ممكنة. What we have here? Yeah, 2 babies From? from Miss Nieuw Laureaat. Really? Yes, Yeah? Very beautiful. she's like his mother. Yeah. The father is the son of Nieuw Laureaat Kleiniade. الأب هو ابن لنيو لورياتو كلانيادا. And the mother is Miss Nieuw Laureaat, the first national
والام هي مس نيو لوريات اللي حصلت على اول ناشونال اجن. طبعا هي حفيده نيو لوريات. You know, Miss New Laureate win Agen National by Ad Fortuin. Ad Fortuin, yeah, I know. But she's bred in Europe. Yeah. I have bred her. Yeah. طبعا مس نيو لوريات فازت عند البطل اد فورتون اللي هو صديق هوجو طبعا ووكيلنا في هولندا، لكن الطيره هي من انتاج هوجو بحجل هوجو وفازت اول ناشونال. طبعا هنا نشوف احنا افراخ صحيه جدا وعاليه الجوده. So healthy youngsters, we can see here. We need few advices from you, Hugo, so how to reach this quality. They are so healthy, huh? Too healthy. Too healthy. When the parents are in a good condition, Yeah. it's very important. من يكون الام والاب بفورم عالي جدا في فتره قبل الانتاج، هاي اهم نقطه لانتاج افراخ صحيه. وهسه راح يوديهن ليطيرن وشي خلصنا. ويرجع يكمل لنا شنو النصائح اللي ممكن يقدمها لانتاج افراخ مميزه. طبعا احييكم 63 متابع، اهلا وسهلا ومرحبا 64 اينما كنتم، واشكركم على المتابعه، وان شاء الله نكون خفيفين الظل ونكون مفيدين بالمعلومات اللي ننقلها. What you have here? Very important that the parents are in a good condition. This is the mother. This is the mother of the youngsters. طبعا هاي الام لهاي الافراخ. يقول هنا نحكي عن الفورمه العاليه اللي لازم يتمتع بها الطير، طير الانتاج. فهاي الام اللي هي مس نيو لوريات اللي فايزه اول ناشونال اجن. Yeah. And you see the condition is good. Yeah. She have now eggs again. Eggs and youngsters. عندها افراخ طبعا وعندها بيض. We're already 80 around 80 followers. Good. Live. Yeah, very good. She won the national race Agen, and also she was the quickest from the whole group, also from the old birds. And she was a yearling. She was faster than the old birds. هي كانت الاول ناشونال على اليرنينج اعمار السنه، فئه اعمار السنه، لكن هي كانت الاسرع بمجموع الطيور الكبار واعمار السنه، كل الكبار. Yeah. And it's a granddaughter of the New Laureate. وهي طبعا حفيده للنيو لوريات، حفيده مباشره. And the father is a direct pigeon of Yellow Yellama, and direct son of Orion. الاب هو ابن مباشر لاوريون، طبعا احد اعمده الانتاج عند يلا يلما او جلا جلما. Orion pair with Sylvie. اوريون مع سيلفي. سيلفي هي ثالث انترناشونال. ثالث انترناشونال برشلونه 2014 مسافه 1260 كيلومتر، في حين كانت كلانيادا لنفس الهاويه ليلما الاولى انترناشونال برشلونه ايضا في 2014، حقق في حينها الاول والثالث انترناشونال. فسيلفي كانت في حين تركيبها على اوريون انتجوا اب هاي الطيره، قام تركيبها هوجو على بنت نيو لوريات، فانتجت هاي البطله. Beautiful one we have here. Yes. Last week there was the final race in China in the Pioneer Club. Yeah. And we win the first European ace pigeon over the 4 races. Last week? Yeah, it was the 2 weeks last ago. race. 1 week ago. 1 week ago. Yeah. Okay. Yeah.
قبل اسبوع طبعا كان السباق النهائي في نادي بايونير الصيني لمجموع 3 أو 4 سباقات 500 و600 كيلو متر. فكان حصل هوغو باتنبورغ على الأول أفضل طير أوروبي مشارك في بايونير كلوب، نادي بايونير الصيني، وحقق I think you had 3 pigeons in the yeah. طبعا كان عنده 3 طيور، في حين اعتقد تم خسارة 4000 طير من بداية السباق إلى نهايته، وهو كان عنده 3 طيور بالايس بيجن في النهائي. It's very strong. It are 4 weeks, 550 kilometers. 4 أسابيع أسبوع على أسبوع ترسل الطيور 550 كيلو متر. يعني 550 في 4 متواصلة، 4 أسابيع متواصلة، فيصير فقدان عالي جدا. فقط الأفضل هو يبقى. وهذا الطير هو أب. It's the father of the this first is the one. father of the first European ace And pigeon. And he is a direct son of the new Witbike. ابن مباشر للنيو ويدبوك. Yeah. 606. With old Witbike. New Witbike with old Witbike. النيو ويدبوك على خط الاولد ويدبوك القديم. Go see the wing. Yeah. Yeah? Yes, good. This year I sent youngsters again to the Pioneer race also from him. Also from him. Yes. طبعا تم انتاج وارسال، او تم انتاج بعد ما ارسلنا الطيور، تم انتاج مجموعه من نفس الذكر هذا ايضا للمشاركه في سباق نادي بايونير. طبعا النظام اللي يستخدمه هوغو نظام عجيب جدا، نظام مغلق من الخلف وتهوية أمامية فقط. فهذا الشيء يعني ما تلقاه عند الهواة. هذا فشي هو اخترع عن نفسه، ويقول لقيت النجاح بهذا الطريقة. I speak about your system inside in the loft. Yeah. I say it's not several times we can see this system like totally closed from the back and open in the. You will look in the loft. Yeah, we can see. Yeah. The pigeons are on the race. They're coming over 2 hours, so the loft is empty. طبعا هذا اللوفت فارغ لأن الطيور بالسباق راح تجي بعد ساعتين، فنقدر ندخل ونشوف شلون النظام. أتمنى تكون الصورة واضحة. كتبوا لي شباب. هنا شوفوا النظام هنا أنا قصده لأنه السقف مغلق جدا. لكن أتمنى من الإخوان اللي يحبون يأخذون فكرة ويطبقونها أن يراعون اختلاف الأجواء. يعني هنا شوف هنا شبك الواجهة 100%. You don't have another place when you give them. And at night. Yeah. At night is. بالليل. It's like this. Okay. No wind, no glass open. Okay. بالليل شوف هذا بس. اوكي. هنا مكان الطيور طبعا. هذا هو. It's just for light. For light, yeah. Just for lighting. Yeah. وهاي طبعا هنا تنفتح فقط للإضاءة وليس للتهوية، فقط للإضاءة. هاي المكانات مالتهم. هنا يسد عليهم الباب الأولي ويبقى هذا الشبك مفتوح بهالشكل هذا، فقط هذا الشبك. وبعدين هنا عندنا أيضا شبك هنا. Go inside. وهذا هو النظام المستخدم. هذا هو منا هذا مخرج الطيور ومنا الدخول. وهنا عندنا الانتين واحد فقط، ويم المدخل مباشرة. يعني من يوصل هنا يلا شوي يتأخر. هاي هنا حتى يتأخر الطير يلحق يسجل زين، وإلا ماكو أكثر من واحد. والسيستم اللي يستخدمه هوغو باتنبورغ أعتقد الميجا سيستم. I think it's the mega system you use, correct? هذا هو.
واحد يكتب لي على الواتساب يقول لي لا، يقول لا تصور النظام، يعتبرونه ترويج. اللي يعتبروه واللي ما اعتبروه، اهلا وسهلا ومرحبا. It's the young bird. Yeah. طبعا هاي افراخ 2019. drink here. طريقة شوف اللي يسقيهم الماء به نفس طريقة العربات حتى يكونوا جاهزين 100%. Perfect. So They must only drink from that. Yeah. Not Okay. others. هاي الطريقة الوحيدة اللي يسقي بيها الأفراخ. شوفوها؟ تعرفون هاي طبعا طريقة بسيطة جدا، لكن يفكر شلون أفضل طريقة يجهز بيها الطيور والأفراخ تحديدا. I hope there is a new winner in the group. Yeah, there are. This one. That one. With the orange here. Okay, yeah. It's the old one. From 18. Late bread. Late bread from Yes. 18. Okay. Yeah, so he's from September, October. Yeah, he is. You can remember? Yeah? You can remember he's from? From my first pigeon from Argen this year. Just a moment. Okay. طبعا هاي الطيور تشوفونها بصحة عالية جدا جدا جدا. They are flying every day. Yeah, 1.5 hour every day. ساعة ونص يومية يطير هاي الطيور. And no training yet. No. No. And here is the empty loft. هذا اللفت. My group from for the first international race PO is this group. Okay. Today I basket them, they come home, and when they came home they make a nest for breeding for PO. Okay. And now what's the system now? Double widowhood Double widowhood. till Till now. 2 hours. Then Okay, they are home, okay. and then I let them go. So we are in good timing today here. طبعا اليوم لعشاق المسافات الطويلة أو للي يريدون يسابقون بالنظام الطبيعي، نظام الأفراخ والبيض، يقدرون يستفادون من هاي الفكرة. لحد الآن هوغو يسابق نظام الأرامل 100% أرامل. اليوم يقول لحد بعد ساعتين من ترجع الطيور من هذا السباق راح تدخل إلى هذا القاطع. هذا القاطع هو مخصص إلى سباقات الانترناشنال. أول سباق انترناشنال هو سباق بو. فاليوم من توصل الطيور راح تدخل هنا، راح تبدي تتزاوج. When is the PO? 3 weeks from now? 31 day. 31 day. I count the days. اوكي. يقول انا ما احسب بالاسابيع، احسب بالايام. بعد اليوم راح يبقى لنا 31 يوم للسباق باو الدولي. من نوصل ل 31 ليش 31؟ Why 31 days? Why today? I paired them 31 days before basketing. Yeah, why 31? Then they have We need a few then they secrets. have youngsters from 2-3 days old. يقول 31 يوم، انا احتاج 31 يوم حتى يكون جاهزات للسباق. بال 31 يوم راح يكون عندي افراخ اعمارهن يومين 3 ايام كلش صغار. يعني هاي الفترة الحقيقية للفورمة العالية لترجع الطيور بأسرع وقت. And then you can also use the same youngsters for another race, or? No, the race after that is Saint Vincent. They have eggs again. They make a new nest after PO. Okay. بعد هذا السباق باو، السباق الثاني لهذا الجروب because we have different groups, yes? This group for PO Saint Vincent Perpignan. هذا الجروب يسابق 3 سباقات دولية اللي هي باو سانت فيسنت وبيربينان. عندنا بعد باو يكون الأفراخ عمرهم يومين. ننتقل إلى سباق سانت فيسنت، راح تلحق الطيور تكبر الأفراخ وراح يكون عندها بيض. فبسباق سانت فيسنت راح تسابق على البيض. وبسباق and Perpignan they will have eggs, or they have eggs with Saint Vincent, and then Perpignan they have little youngsters or eggs. اوكي. بيربينان راح يكون النظام اما بيوض متاخره او افراخ جديده. فهيك يكون هو مسيطر على الوضع وورده. هنا ايضا مغلق 100% مثل ما تشوفون. طبعا هذا المكان فقط هو وزوجته يدخلون به.
قبل التصوير قال لي هاي المكانات المقدسة هو يسميها هيك، يعزل الطيور اللي تجي من وقت، وهنا الطيور المتأخرة تبقى، اللي تجي متأخرة حتى تاكل وتشرب براحتها وما حد يأذيها. وعنده قاطع ثالث أيضا اللي هو هذا. Three parts you have. Yeah? 3 it's one rough. Yeah, I know it's one. Yeah. But you can also. Yeah, if I will catch them. Yeah, the new coming and the late coming can. No, can take, it's one open. It's open. Yeah. All the time. Yeah. Okay. It's when I catch them, I put Okay, it okay. here and I close. يقول ما اسده، فقط استخدمه لل من الزم الطيور ادفعهن للاخير واسد الباب. لكن بعض الهواة يستخدمون هذا النظام. Some few fencers use this system that they close when you receive the first group, they eat and drink and go inside. And the late coming. No, you don't do that. Okay. Too much work. Yeah, too much work. يقول خوش طريقة، بس هاي وايد تعب علي، ماكو داعي، خليه مفتوح دائما. Take it easy. Yeah, take it easy. خذ الامور بسهولة يقول، افضل. ضوجو. In 2 hours we will have a few winners. Yeah, it's for me training race. It's 400 kilometer. But يقول 400 كيلومتر بالنسبة لي هذا التمرين يعني، لا أكثر ولا أقل. طبعا عندنا طيرة مميزة أيضا هنا. Yes, عندنا yeah, we have the main point. It is Europe Cup. it's my new Christmas tree. يقول هاي شجرة عيد الميلاد الجديدة مالته. طبعا هذا كأس البطولة مال أوروبا، وراح يشرح لنا عنها هوغو باتنبورغ. أرجو الملاحظة بشكل جيد جدا شلون تنحسب النقاط وشنو صعوبة المنافسة على هذا الكأس اللي تنافس عليه كل أبطال أوروبا، لكن مو منافسة عادية، مو جائزة والله سجل أول وياخذ الكأس. We need full explanation. Yes, about this cup. Okay, now I try to explain how to win that. راح احاول اشرح شلون الواحد ممكن ان يفوز بهذا الكاس. It's about all the international races. جميع السباقات الدولية الانترناشونال. Po, Barcelona, Perpignan, Marseille. 6. Po, Sint Vincent, Barcelona, Marseille, Perpignan. Agen. No, not Agen. I missed one. Po, Sint Vincent, Perpignan, Barcelona, Marseille, Narbonne. Narbonne, yeah. That's 6 races. 6 سباقات دولية. You have 3. You must be the best of 3 categories. عندكم 3 فقرات للمنافسة. واضح؟ في 6 سباقات دولية 3 فقرات، لازم بال3 فقرات تتفوق. راح ناخذ احنا الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة تباعا. The first category. Category 1. التصنيف الأول. Is your first nominate pigeon. عندك أول طيرة محددة في الست سباقات، لازم عندك طيرة محددة. تقول هاي الطيرة محددة رقم 1. If you missed one nominate pigeon, you can never win anymore. ب6 سباقات إذا تخسر سباق واحد بالطيور المحددة، يعني أنت ما تخسر السباق لكن الطير المحدد خسر ما أجي، أنت راح تطلع من البطولة. حتى لو فايز ب5 سباقات السادس ما حصلت عليه تطلع من البطولة. فلازم ضروري أن تحصل على 6 سباقات وبالتصنيفات ال3. Category 2. طبعا التصنيف الأول هو أول طير محدد. التصنيف الثاني is your first and second nominate pigeon. مجموع الكوفيشن مال الطير الأول والثاني المحددات. I thought I missed one second nominate pigeon. Dus I have all my first nominate pigeons, and from the second nominate pigeons from all the races I missed only one. يقول التصنيف الأول اللي من حقك تحدد طير واحد فقط. أنا غلبت بالتصنيفات كلها في 6 سباقات دولية، لكن التصنيف الثاني اللي بأول وثاني واحد من السباقات خسرت المركز الثاني، التصنيف الثاني، لكن التصنيف الأول أيضا كان موجود.
And the second category, third category is التصنيف الثالث your first 5 nominate pigeons. 1, 2, 3, 4, 5 nominate pigeons. التصنيف الثالث هو طيرك المحدد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. 5 طيور لازم تكون موجودة في كل سباق 6 سباقات. So when you have a very you win a first national with your 6 nominate pigeon, it's nothing with this. You can do nothing with. يقول إذا فزت الأول ناشونال بالسباق على هولندا كلها أو أول انترناشونال والطير هذا أنت ما مأشره كطير محدد وخسرت بالطيور المحددة تطلع من تصنيف هاي البطولة. ما لها علاقة إن شاء الله تكون أول انترناشونال. So you have the three different competitions. First nominate competition. المنافسة الأولى، المنافسة الثانية، المنافسة الثالثة مختلفة جدا. Yeah. 1 and 2 nominate is a competition, and 1 till 5 nominate pigeons is a competition, and who is the best over the 3 competition? That's the Coupe du Monde. الحصول على هذا الكاس لازم تكون تصنيف الطير الواحد، التصنيف الأول تكون فايز به ب6 سباقات، التصنيف الثاني اللي هو منافسة الطيرين في 6 سباقات دولية لازم تكون فايز به أيضا، التصنيف الثالث تصنيف ال5 طيور المحددة في 6 سباقات دولية لازم تكون فايز. مجموع هاي التصنيف الأول والثاني والثالث يدخلك لمنافسة بطولة أوروبا، بطل أبطال أوروبا. And you win? Yeah. The first? Yeah. Congratulations. Thank you. وهوغو بيتسنبورغ طبعا حصل على المركز الأول في مجموع 3 تصنيفات. هذا 2019 استلم الجائزة. بيتسنبورغ فندمرو. ألف مبروك يا هوغو بيتسنبورغ. خلينا نشوف الطيرة اللي حققت له هذا اللقب. This pigeon was one of the soldiers. One of the soldiers. Yeah. A very important pigeon. هاي طبعا من الجنود المهمة كانت في لأن أكثر من تعرفون عندك تصنيف الطير الواحد، تصنيف الطيرين، تصنيف ال5 طيور. فهاي كانت الطيرة الأولى. She was first nominated pigeon in. Yeah. In how many? She was from. I raced her 3 times. Pau, Saint-Vincent, Perpignan, and she was my first pigeon from Pau, but not my first nominated pigeon. Yeah. But from Saint-Vincent, she was my first nominated pigeon, and she won 2nd national. And from Perpignan, she was also first nominated pigeon, and also good result. من أصل 3 مرات شاركت هاي الطيرة، مثل ما شرحت لكم الفريق يشارك 3 سباقات دولية. هاي الطيرة ربحت أول ناشونال، لا عفوا ثاني ناشونال، لكن ما كانت طيرة محددة، وربحت 9 ناشونال كانت أول طيرة محددة، وفي سباق مارشيل أيضا فازت أول طيرة محددة. يعني من أصل 3 سباقات مرتين كان محددها الأولى وتجي الأولى، وطبعا هي حصلت على ثاني و9 ناشونال، وحصلت بهذا اللقبين أول ناشونال آيس بيجن ماراثون MPO على مستوى هولندا. وهاي أحد نشوف الرقم مالتها هنا 101 101 آخر رقم. هذا هو 101، وهذا الدبلوم مال ال WHZP أو TBOTB the best of the best. Best ZLU dive. Yeah, best ZLU dive. The best pigeon from the ZLU races. The ZLU means international races. Yeah. أفضل طائرة في سباقات الانترناشونال لعام 2018، وهي طبعا أول ناشونال آيس بيجن. So she must lie an egg. مميزة جدا. I put her back. No, before that we need to know the parents from where. Parents. Yeah, She is a granddaughter of the Blue Ace, of the New Ace. Her grandfather was also a national ace pigeon. جدها طبعا كان أيضا أول ناشونال آيس بيجن، وحصلت هي على الأول ناشونال آيس بيجن. شباب الدماء الحقيقية تنطي دائما حظ أو شانس للفوز، ما نقول تعطي أبطالك. From the 2 grandfathers she have, one of her grandfather is Nieuw Witbike, the Barcelona winner. واحد من أجدادها هو نيو ويتبوك أول ناشونال برشلونة. And the other grandfather is the
نيو ايس. والجد الثاني نيو ايس اللي هو اول ناشونال ايس بيجن. يعني اول ناشونال ايس بيجن على اول ناشونال برشلونه، ما تخطئ الطيور، اكيد راح تجيك هيجي جولدن دروب. وهاي طبعا اجواء النهر، يحوط بيته من جميع الاطراف. وطبعا ما اعتقد عنده مكان للكؤوس. هاي هدية نقطة الصف الدولية. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وتحياتنا إلى عزيزنا تقي اليوسف. أعتقد غطينا جزء جيد من bro in the short and middle distance when you train your pigeon. Yeah. Which kind of mixture you use? With the training races. نسأل عن الخلطات وعن I give them from Bayer's premium super widowhood. السباقات الأولية لحد till 400 till 600 kilometers. لحد 600 كيلومتر يعطيهم بايرز ويدوهود بريميوم. Yeah, I train them till 600 kilometer and لحد 600 يعتبر تمارين هو بالنسبة له. 600 I go direct to the 1000. من ال 600 مباشرة يروح لل 1000 كيلومتر سباق and then you change and from. then I give the premium super widowhood from Bayers and I give them super energy mix. I show super you energy all, mix. Yeah. Just for the fat. Super Energy. Yeah. as a mixture No, I give. or a part of. Yeah, I think 20-25%. 25% من العلف يكون البريميوم سوبر انرجي من شركة بايرز العالمية. Yeah. فهذا يساعد من 600 فصعودا يبدي ينطيهم. Can the fencers, because not all the fencers raise 1000 kilometer, but can they use the premium energy in a shorter distance, a lower percent? Yeah. I think from To recovery or from 400 kilometers you can give it. يقول انا طبعا ايضا ال 400 كيلومتر لحد ال 400 او من ال 400 تبدي تنطيهم من هذا البريميوم سوبر انرجي. بس هو ما يهتم بالنتيجه، يهتم بالتجهيز. Very fat. هذا طبعا دهون عاليه جدا وطاقه طويله الامد تساعد الطيور ان ترجع بافضل طير. ثانك يو هوجو. هنا احنا نخسر، خسرنا جزء من وقتنا، لان ما اعرف قاعد تجيني اتصالات تقطع، بس اتمنى ما تكون تقطع عليكم البث المباشر. فانا اشكر متابعتكم واشكر هوجو بوتنبورغ. We thank you very much and we wish you all the best. We will follow you in this season and remember that you have followers from Middle East. They are waiting for super results. Okay, I do my best. Yeah. قلت له اتذكر بانه انت عندك متابعين من الشرق الاوسط، فكنا ننتظر نتائج جيده، فهاي مسؤوليه عليك، فلازم تفرحنا. فيقول انا اوعدكم بتقديم الافضل. Thank you very much. Thank you. Bye bye. باي باي. ونترككم في داعة الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم.